شايف ده؟ دمر الموبايل ده. قولي ازاي يا بابا. السلام عليكم. وازاي بقى نقول الشحن ده دمر ده؟ بس في البداية لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، عشان ده فيديو من ضمن سلسلة اخطاء بتدمر موبايلك. والسلسلة دي بنتكلم فيها عن اخطاء بتدمر الخصوصية والبيانات، واخطاء بتدمر الرام والمعالج، واخطاء نفسها اخطاء الشحن زي ما حضرتك شايف. واتكلمنا عن اكتر من خطأ في الشحن، والفيديو ده انا عامله زي ما حضراتكم شايفين بالموبايل ده والشاحن ده مخصوص، لان في بعض الناس لما اتكلمت عن الفيديو اللي فات ان من الافضل ان حضرتك تشحن بشاحن اقل من قدرة الموبايل بالوات، او نفس الشاحن اللي بيكون مسموح بيه. انا اتكلمت في الفيديو اللي فات، لما اتكلمت في الفيديو اللي فات قلت يا جماعة لو حد موبايله بيدعم ال 25 واط، يفضل انه لو اتزنق والشاحن ال 25 واط مش موجود معاه يشحن بشاحن اقل من ال 25 واط. وفي ناس انتقدتني وقالت لا مفيش الكلام ده، احنا ممكن نشحن على شاحن 90 واط والموبايل. قلت لهم مع التكرار، انا في الفيديو اللي فات موضح مع التكرار ممكن تأثر على الموبايل. المهم خلينا نحكي ايه اللي حصل معانا بالظبط، وده ازاي دمر الموبايل ده. وعلى فكرة الموبايل ده من فئة متوسطة عليا، الموبايل ده من شركة سامسونج ومن اوائل الموبايلات اللي نزلت بتدعم ال 5G في مصر. ويا ريت لو تعرف نوع الموبايل ده سيبهولي في كومنت. ويلا بينا. لما كنا في مشوار انا وواحد صاحبي كنت مشغل الموبايل، وطبعا مشوار بعيد عليا فانا ما كنتش عامل حسابي في الشحن، فحطت الشاحن على شاحن السيارة، حط الموبايل على شاحن السيارة بيشحن. ونزلنا مكان، فطبيعي نزلنا فقفلنا العربية، وكده الكهرباء قطعت عن الموبايل وسبت الموبايل في العربية. ولما رجعنا مجرد ما شغلنا العربية مرة تانية الموبايل ده عمل فلاش من الشاشة، ضوى الشاشة وبعد كده فصل، ومن وقتها لحد دلوقتي بالشكل اللي قدامك ده. تعال اما اقولك ليه ده حصل وازاي حصل. حصل لان الشاحن ده ما قدرش يقاوم، او الحاجة الشاحن الرديء، الانواع الرديئة من الشواحن دي ما قدرتش تقاوم الكهرباء اللي طلعت في بداية تشغيل السيارة. فبالتالي طلع فولتات زيادة بدورها رفعتها للشاحن، والشاحن رفعها لهنا. بوردة الشحن دي بوردة الشحن دي رفعتها عبر الموصلة دي وصلت لفوق. في زي ما انا قلت حد انتقدني وقال لي اي سي الشحن بيقدر ينظم الشحن. اي سي الشحن ليه قدرة مش يعني ما ينفعش مثلا اوصل ده على الكهرباء العادية اللي هي ال 220 فولت واقول اي سي الشحن هيظبط الدنيا. لا، هو اي سي الشحن ليه قدرة في التظبيط. وبكده رفع الكهرباء الزيادة هنا، لما وصلت الكهرباء الزيادة هنا دخلت على اي سي الشحن، فاي سي الشحن ما تحملهاش وبدورها كده تلف اي سي الشحن. ولما تلف اي سي الشحن تلف المقاومات اللي جنبه دي بالشكل ده لحد ما تلف الاي سي ده. ومن وقتها الموبايل ده انا مش لاقي له رقم اي سي في مصر، بمعنى ان الاي سي نفسه مش متاح او مش متوفر. ومن وقتها والموبايل ده بالشكل ده. هتقولي ليه سايب الموبايل ده بالشكل ده؟ لان الموبايل ده انا نفسي بقاله حوالي سنة ونص تقريبا بالشكل ده، بس انا مستني اوفر له اي سي لان عليه بيانات مهمة بالنسبة لي. طيب، هتيجي بقى تقول لي احنا استفدنا ايه؟ هقول لك على الخلاصة. لو هتشحن على الشاحن ده كده، الشاحن ده ما تجيبش غير نوع كويس، نوع كويس، عشان ده دمر ده زي ما انا قلت لك، ده دمر ده. فاكيد الشاحن لما تشتري شاحن غالي ومن شركة كويسة اكيد مش هيكون اغلى من الموبايل عندك. والجزئية التانية، عندك في بعض العربيات الحديثة بيكون في مخرج يو اس بي من السيارة نفسها، وبيكون ده بينظم الشحن افضل من الشحن ده، لان هو بيكون نازل مع السيارة نفسها، والجهد اللي بيخرج منه بيكون جهد منتظم مش متغير، جهد منتظم. ده كده هيوصلوا 200 هيرفع ال 200، هيوصلوا 10 فولت هيرفع ال 10 فولت. فبالنسبة لنا ده كده مش هيقدر يقاوم اي كهرباء زيادة تجيله. فانا بقول لك هتشتري شاحن اغلى عشان ما تضيعش الموبايل. والنقطة التانية زي ما انا قلت لك، اليو اس بي ده بيكون افضل، لان هو بيكون نازل من الشركة نفسها وليه جهد معين بيسحبه من السيارة، وبكده بيكون ده اضمن. وما تنساش اشتراكك في القناة هيدعمنا، واكيد لو استفدت من الفيديو ما تنساش لايكك.